يهاجم الفريق الفتح هذه خطيرة الآن، خطيرة جدا، خطيرة جدا. والهدف هدف لصالح فريق الفتح الرباطي. يوسف نجاي يمكن أقول بأنه هدف قاتل في مرمى الحارس يحيى الفيلالي، هدف قاتل. قلت بأنه هذا المباراة يمكن نقول بأنها مباراة ملغومة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. نتابعوا الآن شاهدوا فوزير اللي قاد هذا الهجمة، والتمريرة كانت جيدة، واللاعب يوسف نجاي لدخول كرة الآن عالية وتدخل مهدي خالص ومحاولة والحكم يقول ضربة جزاء. الحكم يقول ضربة جزاء. ترفع هذه الكرة، غادي نشاهدوا هذه الإعادة. إذن ربما الحكم احتسب هذا السقوط ديال خلاص، أو إذن على العموم المغرب جيد، والهدف يسجل فريق المغرب الفاسي. إذن الهدف سنتابع من هو اللاعب الذي سجل. محسن رمجة هو الذي سجل الهدف، سجل كرة في وسط، في حين كان اتجاه الحارس ايمن نجيب في الجهة اليمنى.